أفلام الرعب حقيقة أم خيال؟ هل هي مجرد قصص مختلقة أم أن هناك جانب من الحقيقة يختبئ خلفها؟ كم مرة شاهدتم فيلم الرعب وشعرتم بالقشعريرة تسري في أجسادكم؟ كم مرة نبض قلبكم بسرعة وأحسستم بالخوف يتملككم؟ كم مرة قفزتم من أماكنكم بسبب مشهد مفزع؟ تلك اللحظات التي تجعلكم تشعرون وكأنكم أبطال الفيلم. ولكن في النهاية تتنفسون الصعداء وتدركون أنها مجرد خدعة سينمائية. تعودون إلى واقعكم وتشعرون بالأمان في منازلكم. ماذا لو لم تكن هذه القصص مجرد خيال؟ ماذا لو كانت حقيقية؟ ماذا لو كانت هناك أماكن مسكونة حقا بالأشباح والأرواح؟ أماكن تثير الرعب في قلوب كل من يقترب منها. هذه قصة حازم، شاب عادي تحولت حياته إلى قصة رعب حقيقية. لم يكن يتوقع أن يتحول يومه إلى كابوس. قصة حدثت في قرية مهجورة في جنوب سيناء بعيدا عن أعين الناس. مكانا لم يتخيل أحد أن يكون مسرحا لأحداث مرعبة. قصة ستجعلكم تعيدون التفكير في كل ما كنتم تظنونه مجرد خيال. هل يمكن أن يكون هناك حقيقة وراء كل تلك الأفلام؟ كانت الليلة مظلمة للغاية، كأنها ليل سرمدي. الظلام يلف المكان، لا قمر يضيء ولا نجوم ترشد. الضباب الكثيف يزحف على الأرض، مزيدا من الإحساس بالرهبة. صمت مطبق، لا يسمع سوى صوت الرياح تعوي بين جدران المبنى المهجور. أصوات غريبة، كأنها أرواح تائهة تبحث عن مخرج. مكان مهجور، كأن الحياة قد هجرته منذ زمن. داخل مبنى البلدية القديم جلس حازم يرتجف خوفا. يشعر وكأن كل ركن وكل جدار يحمل قصة مرعبة. الظلام يحيط به من كل جانب، لا مفر. أصوات خافتة، كأنها همسات غامضة. يشعر وكأن عيونا تراقبه من الظلام، وأن أنفاسا باردة تلفح رقبته. الخوف يزداد مع كل لحظة، كأن شيئا ما يقترب منه ببطء. أنفاسه تتسارع وقلبه ينبض بقوة. يريد الهرب، لكنه عالق في كابوس لا يستطيع الاستيقاظ منه. يشعر بأن الأرض تتحرك تحته وكأنها ستبتلعه. يريد الصراخ، لكن صوته محبوس في حلقه. فجأة يسمع صوتا غريبا من الطابق العلوي. صوت خطوات ثقيلة، كأن أحدا يسير ببطء في الظلام. الصوت يقترب، يزداد وضوحا، يزيد من رعب حازم. خطوات ثقيلة بطيئة، كأن أحدا يسحب قدميه على الأرض. الصوت يقترب أكثر فأكثر، كأنه يتجه نحوه مباشرة. كل خطوة تزيد من خوفه وتوتره. يتجمد حازم في مكانه، قلبه يدق بقوة كأنه سينفجر. الوقت يتوقف والظلام يزداد حوله. يريد الهرب، لكنه لا يستطيع الحراك. يغطي أذنيه، يحاول ألا يسمع، لكن الصوت يقترب أكثر. الصوت يملأ المكان، لا مفر منه. يعلم أن شيئا رهيبا سيحدث، لكنه لا يدري ماذا يفعل. حازم شاب في أواخر العشرينات من عمره، يعمل في مجال التنقيب عن الآثار. يحب عمله ويستمتع بالمغامرة واكتشاف أسرار الماضي. نشأ حازم في عائلة بسيطة، والده معلم متقاعد ووالدته ربة منزل. هو ابنهم الوحيد، مدلل والديه وحبيب العائلة. لم يكن حازم يتخيل أن حياته الهادئة ستتغير تماما بعد رحلته إلى سيناء. حازم شخص عقلاني، لا يؤمن بالخرافات، لكن ما حدث له في تلك الليلة جعله يعيد التفكير في كل شيء. بدأت قصة حازم عندما كلفته جامعة القاهرة بالمشاركة في بعثة أثرية إلى جنوب سيناء. مهمة البعثة التنقيب عن آثار فرعونية في منطقة جبلية نائية. شعر حازم بالحماس لهذه التجربة الجديدة، فقد سمع الكثير عن أسرار سيناء وجبالها. جهز حازم نفسه للرحلة، حزم أمتعته، وأخذ كل ما يحتاجه من معدات وخرائط. ودعا عائلته وأصدقائه، ووعدهم بالعودة بالكثير من الصور والقصص.
لم يكن حازم يعلم أن هذه الرحلة ستكون بداية كابوس لا ينتهي. وصل حازم وفريق البعثة إلى سيناء بعد رحلة طويلة ومتعبة. كانت المنطقة التي سيعملون بها بعيدة، محاطة بالجبال من كل جانب. أقام الفريق مخيمهم بالقرب من قرية مهجورة صغيرة، بيوتها الطينية متهالكة كأنها على وشك الانهيار. شعر حازم بقشعريرة تسري في جسده عندما دخل القرية. شعور غريب يسيطر على المكان، شعور بالوحدة والخوف. حاول حازم تجاهل هذا الشعور وأقنع نفسه بأنه مجرد إرهاق من الرحلة. في اليوم التالي بدأ الفريق عمله في التنقيب عن الآثار. كان الجميع متحمسا، يأمل في اكتشاف شيء مميز. كان العمل شاقا، التربة صلبة، وحرارة الشمس شديدة. لكن الفريق لم يستسلم، يعلمون أن جهدهم قد يقودهم لاكتشاف تاريخ مهم. حماس الفريق لم يفتر، فهم على وشك الكشف عن سر تاريخي عظيم. الأحاديث تدور حول ما قد يكون مخفيا تحت الرمال، والحماس يزداد مع كل لحظة. بعد أيام من العمل الشاق، عثر الفريق على مدخل مقبرة فرعونية قديمة. اكتشاف عظيم، وكأنهم على وشك الدخول إلى عالم آخر. مدخل المقبرة مزين برسومات غريبة ونقوش هيروغليفية غامضة. نقوش تروي قصصا من الماضي وتثير الفضول. قرر رئيس البعثة دخول المقبرة فورا، يعلم أن التأخير قد يضيع فرصة مهمة. تردد حازم في البداية، شعر بشعور غريب تجاه هذا المكان، شيء غير مريح، كأن المقبرة تخفي سرا مظلما. لكن فضوله غلب خوفه، فدخل مع الفريق. الجو داخل المقبرة مظلم وبارد، وكأنه يخفي أسرارا لم تكشف بعد. داخل المقبرة كان الهواء ثقيلا يصعب تنفسه. أضاء الفريق مصابيحهم لينيروا المكان بضوء خافت يكشف أسراره. جدران المقبرة مزينة برسومات ملونة، تحكي قصة حياة الفرعون المدفون فيها. في وسط المقبرة تابوت حجري ضخم، مزين بالذهب والأحجار الكريمة. بينما يفحص الفريق التابوت، يسمعون صوتا غريبا من أعماق المقبرة، صوت بكاء حزين مخيف كصوت طفل صغير. تجمد الدم في عروق الفريق، وتبادلوا نظرات الرعب. ماذا حدث لحازم والفريق داخل المقبرة؟ ما سر الصوت الغريب؟ وهل سيتمكنون من الخروج أحياء؟ تابعونا في الجزء الثاني من البلدية الملعونة لمعرفة الإجابة.